نرحب بكم مشاهدينا الكرام في قناتنا ماروك نيوز تيفي، التي تسعى لتقديم تغطية شاملة وموثوقة للأخبار الهامة على الساحة الوطنية والعالمية. نشكركم على دعمكم وثقتكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة لتتوصلوا بكل جديد. اضطر وفدي للطلب بإدلاء بيان إضافي بسبب المداخلة المليئة بالحقد التي أدلى بها مندوب الجزائر البارحة. 98 وفد وأمين العام وكذلك المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وممثلة المجتمع المدني لم يتطرقوا لا عن قرب ولا عن بعد إلى موضوع الصحراء المغربية، لأن هذا الموضوع لا علاقة له بتاتا بهذا النقاش. ولكن كعادتها الجزائر هي تحاول أن تسمم هذا النقاش من خلال الإشارة إلى الأجندة المدمرة التي تملكها الجزائر لهذه المنطقة من أفريقيا، ويجب أن تخجل الجزائر في الإشارة إلى هذا الموضوع، في حين أنها تسجن النساء والأطفال في مخيمات تندوف التي ترقى إلى مستوى السجون. النساء يتعرضن لانتهاكات فظيعة لحقوقهن برقابة وموافقة السلطات الجزائرية، والمرأة تعيش تحت سيطرة البوليساريو الذي ينشر الرعب ويمارس الاسترقاق والاستغلال الجنسي في هذه المخيمات. الصحافة الدولية كشفت أن أكثر من 150 فتاة يحتجزن رغما عنهن في هذه المخيمات، ومنهن نجيبة بالقاسم وبتبات حافظ وكثر من الفتيات اللواتي وقعن ضحية سفاحي البوليساريو والانفصالي إبراهيم غالي الذي يلاحقه القضاء الأوروبي للاغتصاب والاعتداء الجنسي وجرائم ضد الإنسانية ضد السيدة خديجة تلحم بالذات، والأطفال ولا سيما صغار الفتيات في مخيم تندوف يتعرضن كذلك لانتهاك حقوقهن ويتعرضن ليل نهار إلى الفكر المتطرف والاستغلال. والأسوأ هو أن العالم ذهل لأشرطة فيديو صورت في مخيمات تندوف تبين موجات متتالية من تجنيد الأطفال فتيانا وفتيات من قبل البوليساريو. هؤلاء الأطفال يضطرون الانضمام إلى الوحدات المسلحة ويسلحون، يحرمون من حقوقهم الأساسية ومن طفولتهم، من براءتهم ومن المدرسة. ممارسات تجنيد هؤلاء الأطفال المحتجزين في المخيم ممارسات مدانة بتآمر البلد المضيف الجزائر، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وحقوق الأطفال الأساسية. هذه الممارسات مماثلة لممارسات المجموعات الإرهابية كالقاعدة وداعش، والجزائر والبوليساريو يجب أن يسألا عن هذه الجرائم الشنيعة أمام العدالة الدولية. السيد الرئيس، حتى المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف تحول بشكل ممنهج وواسع النطاق. في تقريره المعنون تقييم التقرير الاستراتيجي الخاص بالجزائر في العام 2023 أعلن البام إلى أن مصادر تبين أن المساعدات الإنسانية تحول عن وجهتها منذ سنوات ويتم استبدالها بمنتجات أقل نوعية يتم بيعها في المخيمات. وأحد نتائج هذا الوضع هو شح كبير في المواد الغذائية الأساسية بما فيها الأغذية الموجهة إلى الأطفال والرضع. السيد الرئيس، التقرير يعطي كذلك أدلة عن بيع المساعدات الغذائية في منطقة تندوف والبلدان المجاورة، ويشير إلى عدم وجود رقابة مباشرة من قبل برنامج البام على توزيع المواد الغذائية داخل المخيم، وعدم إمكانية وصول موظفيه إلى داخل المخيم ولا سيما إلى المخازن. ونتساءل كيف تجرؤ الجزائر أن تخاطب المجلس وأن تتطرق إلى موضوع الصحراء المغربية في حين أنها مع البوليساريو تسرق
سوق المواد الغذائية الموجهة إلى المحتجزين في تندوف. الجزائر تستمر في انتهاك القانون الإنساني الدولي، معتذرة على تسجيل سكان مخيم تندوف بالرغم من تنديد هذا المجلس بذلك منذ العام 2011. لماذا؟ الإجابة واضحة وبسيطة: إن مسح هؤلاء السكان سوف يكشف المهزلة التي تحاول الجزائر من خلالها أن تقنع الأسرة الدولية من خلال تضخيم أرقام هؤلاء المقيمين. هذا المسح ومقابلات مباشرة مع سكان مخيم تندوف ستسمح لهم بأن يختاروا أحدى الحلين الدائمين اللذين المقدمين من القانون الدولي، ولا سيما العودة طوعا إلى الصحراء المغربية. ولكن الجزائر تعرف تماما أنهم سوف يختارون العودة إلى الصحراء المغربية بدل أن يبقوا على أراضيها، وبالتالي ستخسر هذه الورقة التي تستخدمها. إذن كما قلت، المسح سوف يحرم البوليساريو والمسؤولين الجزائريين من المال الذي يتم كسبه من بيع المساعدات الإنسانية، كما يؤكد تقرير البام ليناير 2023 وتقرير مفوضية اللاجئين قبل ذلك. مجلس حقوق الإنسان في 2022 والسيدة ميشيل باشلي قد أعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات الجزائرية، مشيرة: أقتبس: في الجزائر تشغلني القيود المتزايدة على الحريات الأساسية، بما في ذلك تزايد عدد التوقيفات والاحتجازات بحق مناصري حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمعارضين السياسيين. وأدعو الحكومة إلى تغيير هذه التصرفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الشعب بحرية التعبير والتجمع والتنظيم. كما أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول وضع مناصري حقوق الإنسان السيدة ماري لولر قد قالت في بيان نشر في فبراير الماضي، أعربت إذن عن قلقها إزاء القمع المتزايد بحق المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية على أثر حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتجمع من أجل العمل الشبابي، وهما من أبرز منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر. وأعلنت أقتبس إن الترهيب وفرض وكم الأفواه وانتهاكات حقوق الإنسان يجب أن تتوقف. وقالت: نعرب عن قلقنا إزاء العديد من أحكام القانون الجزائري المتعلق بالتنظيمات والتي تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأود أن أضيف فقرة السيد الرئيس لكي أوضح لكم ما هو وضع الشعب الكابيل. أكثر من 8 ملايين شخص يعيشون محرومين من تطلعاتهم المشروعة ومن حقوقهم الأساسية، منها الحق في تقرير المصير. ممثلوها المشروعون يتعرضون للاضطهاد حتى عندما يتعرضون للمنفى القسري، ولم يعد مقبولا في أيامنا هذه أن يكون شعب القبيل الباسل يخضع لكل هذه الانتقامات لمجرد مطالبته بالحق في تقرير المصير. والأمم المتحدة ملزمة أخلاقيا وسياسيا بالتعويض عن هذا الظلم التاريخي بحق الكابيل الذي هو من أقدم سكان أفريقيا. وأخيرا السيد الرئيس، ليس هناك من نساء صحراويات، هناك نساء مغربيات أصلهن من الصحراء المغربية تماما على غرار النساء في كل مناطق المغرب من طنجة إلى كل المناطق الأخرى، كلهن مغربيات وسيبقون مغربيات. وشكرا.